السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بإذن الله هنعمل مع بعض زبادي في ماكينة الزبادي. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجة هنقول بسم الله. المكونات معايا لتر من الحليب البلدي كامل الدسم، ومعايا كوباية زبادي بلدي. اول حاجة حطيت في اللبانة بتاعتي، حطيت مانع الفوران بتاع اللبن. دي حاجة جميلة جدا، بتمنع الفوران اللبن عشان ما يتضايقش معانا على البوتاجاز بالشكل ده. وبعد كده هنبتدي ان احنا نحط اللبن بتاعنا ان هو يسخن جامد لغاية الغليان على البوتاجاز بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول ما اللبن غلي معانا طفينا عليه. بعد ما اللبن وصل لمرحلة الدفيان ان احنا نقدر نحط صباعنا فيه كده عشان نشوف نختبر اللبن مدى اللي هي الدفء بتاع اللبن. بعد كده ننزل عليها بكوباية من الزبادي ونقلبها كويس بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، ونبتدي ان احنا نصب الزبادي بتاعنا في الكوبايات بتاعتنا بالشكل ده. انا هنا مكنة الزبادي بتاعتي مكونة من 8 كوبايات زبادي. هتعمل لي 8 كوبايات زبادي. لتر اللبن بيعمل لي 8 كوبايات زبادي بالظبط بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وابتدي ان انا ارص الزبادي بتاعي في المكنه بتاعتنا، وابتدي ان انا اشغلها. المكنه هنا دي مكنه صناعي. ابتدي اظبط المؤشر بتاعي على التايمر بتاعنا، اللي انا الساعه اللي انا حاطط فيها الزبادي بتاعي. وابتدي اظبط المؤشر بتاعي عشان اعرف الساعه اللي انا حطيت فيها الزبادي بتاعي، واحسب الساعات بتاعتها بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وكده خلاص الزبادي بتاعنا قعد معايا حوالي 4 ساعات. شايفين جميلة ازاي؟ كده خلاص الزبادي خلص معانا. ابتدي ان انا اغطيها بالغطيان بتاعتها بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وبعد ما اغطي الكوبايات بتاعتنا بالغطيان بتاعتها بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين هدخلها التلاجة. وميزة الغطا دوت ان احنا نقدر نعمله زي منظم ونحطه في التلاجة بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.